كدوس مظاهرات المعلمين معايا. ايوه. اخذوا الفلوس اللي هي خاصه بالكتب وادوها لمرتبات العمال. تمام يا استاذ؟ ايوه. ده طبعا قضيه يعني هو يعني قدر على الكتاب بس ما قدرش على المعلم وعلى. هو فضل يحل الازمه الاكثر يعني العاجله بالنسبه له، مع الوعد بايه؟ بانه هيعدل الوضع بعد كده. على فكره الكلام ده بقى اكثر من 3 سنين ايام زي احمد زكي بدر. يعني لغى تزويد مكتبات المدارس من اكثر من 3 سنين. طبعا شيء غريب الشكل ما كانش موجود اصلا. يعني انت دايما دايما اتحاد الناشئين يخاطب وزاره التربيه والتعليم ان هي حصه المطالعه موجوده، استعاره المكتبه موجوده، تزويد المكتبات موجود. ايوه. فكنا بنطالب بالحاجات دي كلها. فعلا تم ارتجاع حصه المطالعه مع الوضع الجديد، ولكن تزويد الكتب يعني هم تم اخذ خطوه اولى ولكن لم تستكمل حتى. وبخلاف الكتاب المدرسي بخلاف الكتاب المدرسي والتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، ايه كانت مطالب الاتحاد العاجله الثانيه من وزاره الثقافه عموما؟ طبعا كان لنا بعض الانشطه زي مثلا جزء من خطه الاتحاد الانفتاح على افريقيا. احنا كان لنا طلبات بخصوص افريقيا ولكن لما يتم الاستجابه ليها الظروف برضه هذا الامر هنقعد طلب مره واثنين وثلاثه لغايه. يعني ايه ابرز هذه المطالب بخصوص افريقيا؟ يعني في التزامات خاصه باتحاد الناشئين الافارقه اللي بنتكلم عليها. يعني طبعا عاده الحاجات اللي بتبقى وزارات الثقافه مش كده، هي الاتحادات نفسها بيتم دعمها بالكامل من الحكومات ومن المؤسسات المجتمع المدني. فده ايه حتى الان لما بنحاول نعيد الطلب والتدريب. تمام. يعني هي دي كانت ابرز مطالب حضرتك؟ طبعا عندنا حاجات كتير. دلوقتي في مؤتمر اتحاد الناشئين العرب لازم حضرتك تحضروه ان شاء الله 19 و20 مارس. تمام. في مكتبه الاسكندريه. طبعا بنطالب الوزاره، طبعا ده مؤتمر دوري كل 3 سنين بنعقد. ايوه. اول مؤتمر كان في السعوديه، والمؤتمر الثاني قلنا بعد الثوره هيبقى في مصر. لما جينا وكلنا وزاره الثقافه كانت فيها ظروف طبعا ماديه لا تسمح، فتم الاتفاق مع مكتبه الاسكندريه وهي مكتبه الاسكندريه برضه تحت رعايه وزاره الثقافه نقل رعايه الاسكندريه. يتعمل المؤتمر ان شاء الله. تمام. طيب كنت عاوزه اعرف من حضرتك، هل في مواد دستوريه يجب اضافتها تضمن حقوق المؤلف والناشر في الفتره القادمه؟ زي ايه بقى؟ احنا شاركنا اصلا في اعداد الدستور، كان لنا بعض الاضافات. اول حاجه ودي حتى لغايه دلوقتي ما تمش اضافتها، المحافظه على حقوق الملكيه الفكريه. ايوه. التاكيد على الحريات. ايوه. حق اصدار المصنفات. يعني لما نتكلم على ما يبقاش ما اقولش بس ما اتكلمش على حريه الصحافه. حق اصدار الصحف. بتكلم على حق اصدار كل المصنفات، حق اصدار الصحيفه، حق اصدار المجله، حق اصدار الكتاب، حق اصدار الفيلم. يعني كل دي حاجات ليها حقوق وليس كل المصنفات وليس. وتم طبعا الاستجابه لبعضها، ولكن في الصيغه النهائيه لنا بعض الملاحظات وهنتواصل مش هنسيبها يعني حتى يتم الكلام فيها يعني ان شاء الله. يعني دي حاجات مهمه جدا بالنسبه لنا يعني مش لكن كل الامور متعلقه بالحريات. احنا اصلا النشر والثقافه هي يعني عصب الحريات يعني احنا بالتاكيد عندنا كل البند كله بنتكلم فيه يعني. طيب بالنسبه حضرنا جلستين استماع. وجود هذا الدكتور برضه فتحي عبد المجيد موجود. تمام حضرناها طبعا. وكانت جيده انا بعتبرها جيده. ولكن حتى الان المنتج غير احنا مش واخدين عنه المنتج ونعمل له مذكره في هذه الايام ونتقدم بها مره ثانيه. يعني ملاحظات على اي منتج؟ يعني على سبيل المثال احنا طلبنا جدا ان لازم لابد يكون في بند خاص بحمايه حقوق الملكيه الفكريه. ايوه. واستجابوا، ولكن في الطبعه الاخيره مش مكتوبه. وبعض الاشياء الاخرى اللي كنا طلبناها لم يتم الاستجابه. زي ما انا قلت برضه ما يبقاش حتى اصدار الصحف والمجلات، لا حتى اصدار المصنفات.
كل المصنفات. يعني بيجري التأكيد على ان المطالب دي تبقى موضوعة في الدستور. طب حضرتك بالتأكيد بعد إقرار الدستور هتتغير حزمة كبيرة من القوانين المتعلقة بالنشر وبالتأليف في مصر، لأني أظن إنها كانت عائق برضو من عوائق. هو احنا على وجه العموم احنا كنا تقدمنا في مجلس الشعب بعد الثورة تعديل قانون الاتحاد نفسه. أيوه كنا عاملين مشروع بتعديل الاتحاد من اتحاد النقابة. تمام. وتقدمنا بها لجنة الثقافة في مجلس الشعب وقعدنا جلستين أو 3 استماع وكنا انتهينا منها وكانت تخش اللجنة العامة، يعني كان فاضل أسبوع أو 2 ويتم تحويل الاتحاد من اتحاد لنقابة، ولكن اتحل مجلس الشعب فما كناش نكمل. فإن شاء الله بمجرد انتخاب مجلس شعب جديد هنستكمل. لكن انا بتكلم بالنسبه للقوانين، يعني حتى غير نقطه ان حتى القوانين يعني اهم القوانين اللي حضرتك شايف انها عائق. بنتكلم فيها اللي هي الحاجات الخاصه بالتعريض، عقوبه التزوير، ايوه، او الاعتداء على الحقوق الفكريه، ايوه، الجزئيه. والجزئيه الثانيه برضه تغليظ العقوبه على الاخطاء في طباعه المصحف. المصحف يعتبر جزء رئيسي من نشر طبعا. بعض الحاجات اللي هي مثل هذا الامر يعني كلها تندرج في اطار التاكيد على حريه الملكيه الفكريه ومحاربه التزوير. قضايا استراتيجيه لان اصبحت ظاهره التزوير في مصر الان ما بعد الثوره، بعد الانهيار الامني اصبحت مشكله كبيره. يعني في يتم التزوير جهارا نهارا بشكل يعني مصر كانت رمز المحافظه على حقوق الملكيه الفكريه. معروف دلوقتي في العالم العربي مصر هي مكان التزوير الرئيسي للاعمال الفكريه وغيرها. انما اظن الاتحاد قطع شوط كبير في مساله الملكيه